الكثير منا ما بيعرف شو هي العقوبات المفروضة أصلا على سوريا، وشو أنواعها، ومين فرض علينا، وهل فيها استثناءات ولا لا، وشو أثرها على الشعب السوري. العقوبات هي إجراءات سياسية أو اقتصادية تفرضها دول أو بعض الدول على نظام معين لتغيير سلوكه. وبدأت العقوبات في سوريا منذ 2011 من بداية الأزمة. مين اللي فرض العقوبات على سوريا؟ اللي فرض العقوبات على سوريا هي أمريكا والاتحاد الأوروبي مثل سويسرا، كندا. وشو أنواع العقوبات اللي انفرضت على سوريا؟ في عقوبات مالية، عقوبات اقتصادية، عقوبات على أشخاص أو كيانات، وقانون قيصر اللي بنعرفه كنا. هل كان في استثناءات بالعقوبات؟ كان في استثناءات مثل المساعدات الإنسانية أو الدواء أو الغذاء، بس كانت أحيانا تتعطل بسبب خوف الدول من البنوك والشركات السورية. شو أثر العقوبات على هالشعب؟ بالدرجة الأولى كان انهيار الاقتصاد، بالدرجة الثانية كان الغلاء الفاحش، بالدرجة الثالثة كانت نقص المواد الغذائية والأساسية، مما كانت ضربة قوية للنظام ولكن أذت الشعب بشكل مباشر. إذا حابب تعرف أكثر عن العقوبات بالتفصيل لسوريا تابعني مشان يصلك كل شيء.